لكن هل يصلح أن تصدر المظاهرات لبلاد كثيرة؟ نكون أكثر صراحة. للمملكة لا. أنا أقول والله ديانة ألقى الله بذلك، أرى أن مظاهرات المملكة محرمة لما تجره من مفاسد. لماذا؟ أول من سيستمرها هم الرافضة الذين يعملون في البحرين الآن، سيستمرها العلمانيون المنافقون. هذه بلاد اجتمعت على كلمة التوحيد، هناك طرق كثيرة للتغيير المنكر، ولا يجوز أن نجامل أحد. يقول نعم في منكرات، في مظالم، كما قلت قبل قليل، في فساد يجب أن يعالج، لكن لا تعالج بمظاهرات. سيستفيد من مظاهرات أعداء الله جل وعلا، وهنا نفتح آفاق عظيمة جدا للتدخل الدولي وغيرها، والنهاية ماذا تكون؟ إذا كل بلد يدرس وحده، كل بلد يدرس وحده، حتى لو كانت في بلد لها جانب ولكن ستكون المضرة أشد، يجب أن نتريث قليلا. الآن في بلاد، الآن أمس أقرأ بعض البلاد الرصاص يواجه المتظاهرون بالرصاص. هذه مشكلة يا أخي الكريم، قد تكون مفسدتها أعظم حفاظ الدماء. الإسلام جاء بحفظ الدماء. إذا قد تكون القاعدة صحيحة ويكون الأمر مباح في الأصل، لكن كل بلد له ظروفه وكل بلد له سياسته، ويرجع فيه إلى العلماء. ومرة أخرى، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. على العلماء أن يكونوا صرحاء في مواقفهم، وأن لا يجاملوا أحد، لا يجاملوا حاكما ولا محكوما، وأن لا ينافقوا لأحد. هناك نعم يا أخي الكريم حساسية عند الناس أن تجامل الحاكم، لكن ما عندهم حساسية أن تجامل الجماهير. ويكون الإنسان بوق للجماهير. ماذا تريد الجماهير؟ كأنه برنامج ما يطلبه المستمعون. كما في الوقت نفسه نقول العالم كما قال الشيخ محمد بن عثيمين، هناك عالم دولة يبحث ماذا تريد الدولة، يصدر فتاوى على ما تريد الدولة، وهذا قاله في الشرح الممتع الشيخ محمد. وعالم جماهير، ماذا تريد الجماهير حتى يعجبها الكلام. وعالم ملة، العالم يجب أن يكون عالم ملة، يقول الحق، وافق الدولة أو وافق الجماهير، خالف الدولة أو خالف الجماهير، حتى يلقى الله وهو صادق بما يقول. لأن الكلمة اليوم يا خاصة من العلماء لها آثارها، وأن لا يتعجلوا وينظروا في عواقبها وآثارها، وإلا فيسعهم السكوت. أنا أقول الذي لا يستطيع أن يقول الحق يسع السكوت. نعم والله هذا.